ابو حمزه اللي حير السوشيال ميديا وحير ناس كتير وشكك ناس كتير في شغلها. برحب بيك يا ابو حمزه. الله مرحب بيك يا استاذنا. النهارده بتقول ب 150 جنيه عرض الجمعه ومذيع الحاره جه يسالك بتعملها ازاي دي؟ عند ربنا، ده من عند ربنا بقى، احنا عايزين نفهم. ده من عند ربنا بقى يعني. احنا هي كلها حسبة بس مش اكتر يعني، وانا عايزين نبسط الناس ديت، والله ما فارقه ولا فلوس ولا اي حاجه. ب ب 150 150 والكفته ب 80 والحمد لله، وبعد الصلاه ب 180 جنيه برضه. على الكومنتات لما استضفتك قبل كده كتبوا وقالوا الختم المدور والختم المثلث والختم المربع واحنا مش فاهمين. اشرح ايوه، لنا في دقيقه. يعني انا بخش ميزان مزاد بيبقى فيه مثلا كبير بختمه كبير، في صغار زي كده بختمه صغير زي كده، يعني حسب السوق حسب المزاد اللي انا بخش. الختم ده ما ينفعش ابدا في المذبح يختموه الا لما تكون الماشيه او الابقار سليمه 100%. تمام، يعني لو في اي حاجه بيلغوها. مستحيل تطلع. لا خالص، لا 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 لا، رقابه، لا رقابه، مذبح ده 60 رقابه. والختم ده لا يقلد. لا لا لا، ده رقابه ختم الحكومه. لا، ختم الحكومه بتاريخها بعملها بكله، والبصمه بتاعتها كمان الشهاده. تقول ايه للناس اللي بتقول لك انت بتجيب اللحمه مش صحتها مش احسن حاجه، او بتجيب اللحمه بسعر غريب جدا 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 من باب هم مش قادرين يفهموا؟ تقول لهم ايه؟ اقول لهم كلوا عيش ما انا باكل عيش، يعني سيبكم من اللي انتوا بتعملوه. اكتريه الكومنتات عندي جزارين، واكتريتهم جنبي بيخشوا، بس انا معايا الحمد لله جمهور زي العسل بيرد عليهم يعني. ايه، اهو كرداس اهو، ورود الفرج والمرج. وجربتوا اللحمه بتاعته؟ انا جربت مرتين. جربتوها مرتين؟ مرتين. طعمها حلو. عامله زي الفل. عامل لحمه الفرح منها كمان. عامل لحمه الفرح. ما عزمتنيش على الفرح. عازمك المره الجايه. اي حد ممكن يكتب كومنت ويسالنا اللحمه دي، لان احنا بنعلق، واللي لازم يفصل في الحكايه دي دكتور الصحه. اللي يفصل في الحكايه دي جزار ويجي يناقشه ويقول له انت بتعملها ازاي ب 150؟ تبقوا جزارين مع بعض. احنا كمواطنين ومذيع الحاره بالتحديد جه يسالك يا ابو حمزه 150 جنيه، انت بتقول انا رقم واحد في مصر، اللي يعرف يعمل زي يتفضل، اللي شاكك في لحمتي يتفضل، الجهات موجوده، حصل. اللي عايز يقول على الختم ده مش سليم او مش سليم الدوله اللي ترد. فكره 150 جنيه شطاره جزار، عملها ازاي؟ تعال تناقشوا معاه. انا بالنسبه لي يبيعها ب 150 وناس تستفيد، انا ما ينفعش اوقفه. تمام. كلمه تقولها لكل واحد بيقول ابو حمزه مش بيعمل الشغلانه زي كل الجزارين، تقول له ايه؟ هقول انا بتاع ربنا، انا بعمل ربنا، يعني لو ماشي غلط مني لله، ماشي صح برضو مني لله. انا راجل عندي 5 عيال، يعني عمري في حياتي ولا اكلهم حرام ولا اقبل منهم حاجه. الحمد لله بخش المزاد مع تاجر كبير قوي، ما ينفعش اقول اسمه بس انا اقول اسمه النهارده والبلد كلها عارفاه، المعلم حسن حسونه، اكبر تاجر فيك يا مصر. يعني مستحيل هو يعرفوا يوصلوا له، ولا مستحيل. الراجل ده مديني كتف مورد الله، واي سوق بنزله بمليون بثلاثه باربعه ب10 بيخلصوا لي، وزي ما بيقف لو هكسب في الكيلو جنيه، لو حرقت 5 طن 5000 جنيه هروح انا وصنايعتي ورجالتي مرضيين والحمد لله. وانا عايز اقول اللي بيعمل حاجه غلط ما بيفتحش محله كده وبيبيع بالنهار. ولا الراجل ما بيطلعش على السوشيال ميديا، الراجل جاهز لكل الجهات الرقابيه. اهلا وسهلا. بنزل على كل حاجه وبنزل وبقول لهم انا لو غلط كان زمانه المحل ده اتقفل من بدري، او زمان انا في حته تانية. بس الحمد لله رب العالمين انا شغال صح، شغال مرضي الله، وبراعي ربنا في لقمه عيشي، عشان كده النجاح جاي باذن الله. وانا عايز اقول هو مش محتاج دعايه، فيديوهاته على السوشيال ميديا بتحقق ملايين. انا جيت النهارده مش عشان اعمل له دعايه، انا جيت ارد على اسئلتكم اللي بتسالوها. وجاي بظروفها يعني، ولا مرتبينها مع بعض ولا اي حاجه. الراجل ده راجل محترم، ما بينزلش عند اي حد لما اكون واثق فيه، وبالتوفيق ان شاء الله. اللي بيحب سيدنا النبي يصلي عليه. احلى ختام ده، ربنا يرزقكم وبالف هنا وشفا.